أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عز وجارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تباركت ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا في هذا الشهر من المأجورين الفائزين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في اليوم الخامس من رمضان كنا ننتظره، ونحن اليوم على أعتاب توديعه. تدارسنا في الأيام الأولى أحكام الصيام، وسألنا كثيرا عن أحكام الصيام وما يفطر وما لا يفطر، وتساءلنا كثيرا عن الكفارات وأسبابها. لكن هناك أسئلة جوهرية يفترض على كل واحد منا أن يطرحها على نفسه. هل حقيقة الصيام الجوع والعطش؟ هل حقيقة الصيام الإمساك عن الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ نعم، هذا حكم الصيام. فما حقيقة الصيام؟ هذا ما هو افترض أن نطرحه على أنفسنا. لماذا فتح المولى سبحانه وتعالى تربصا للمسلمين لمدة شهر كامل، سواء 29 أو 30 يوما؟ لماذا هذا التربص المفتوح الذي يكون مرة في السنة، ولا يدري ربما أنحضر للسنة القادمة أم لا، وربما هل نكمل هذا رمضان أم لا؟ هل هذه العبادات التي فرضها علينا المولى سبحانه وتعالى ظاهرها شكلي؟ لذلك لما تشبثنا بالشكليات وابتعدنا عن المضمون الحقيقي، وجدنا أن التراويح يصل عدد المصلين إلى الشارع، وفي الصلوات الخمس لا تجد أكثر من 4 أو 5 صفوف في المسجد. لماذا؟ ما هو السبب؟ نفس الشيء جميع العبادات، نفس الشيء جميع الأحكام. ربما تجد عدد المعتمرين في العام في الجزائر كلها يتعدى 100,000 معتمر، بينما لو نظرت في حال واقعنا أكثر المعتمرين من التجار، أكثر المعتمرين من الأغنياء، أكثر المعتمرين من أصحاب الأموال، أكثر المعتمرين من كذا، أكثر. لكن حقيقة واقعنا، حقيقة تعاملنا مع بعضنا بؤس في بؤس، والله العظيم. تعامل الواحد منا مع جاره، تعامله مع زوجته، تعامله مع أصدقائه، تعامله مع علماء بلدته، تعامله مع فقراء المسلمين، تعامله مع اليتامى والمساكين، تعامله مع أهل سلطانه، تعامله مع الضعفاء من بني قومه، تعامله
إذا كان الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من شروق الشمس إلى غروبها، فاقصد بصيامك خيمة من الخيام في الصحراء وابق فيها لعل الله يتقبل منك. لكن الله سبحانه وتعالى لما تحدث لنا عن الصلاة قال بسم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا حقيقة الصلاة، جوهر الصلاة، مضمون الصلاة ليست تلك الركعات، لأن تلك الركعات هي الفرض، وهي إعلان التذلل لله، وهي إعلان الاستسلام لله. لكن حقيقة الصلاة ليست تلك الركعات، ليست تلك الأشكال، إنما ما يكون بعد تلك الأشكال، ما هي ثمرة تلك الأشكال، ما هي نتيجة تلك الأشكال. كذلك الصيام، كذلك الحج. من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع أو عاد كيوم ولدته أمه. لكن لو رجع إلينا الحج بعد حجه وهو أفسق مما كان عليه، وربما يجمع من الحلال والحرام ليحج العام القادم، ثم يكتب ربما في القرعة ويسأل الصالحين ادعوا الله لأن أنجح في القرعة، وهو ماله حرام ومأكله حرام ومشربه حرام، من الربا ومن الرشوة ومن أموال الناس بالباطل ومن حطب الدنيا وزينتها. فماذا يغنيه هنا حجه؟ نسأل الله العافية لنا ولكم. نفس الشيء الصيام يا جماعة. الصيام إذا لم يكن مدرسة لتهذيب النفس، لتربية النفس، لإعادة النفس إلى مكانها الحقيقي، للتكافل بين المجتمع، لرجوع بعضنا إلى بعض في التواضع، لرجوع بعضنا إلى بعض في العفو والتسامح، لرجوع بعضنا إلى بعض لننظر إلى الفقراء والمساكين، لنمسحها على رأس اليتيم، لنتفقد جيراننا، لنجالس الضعفاء منا، فلا خير في صيامنا أو لغط. جوهر الصيام. سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه كان له جار يؤذيه، كان يحب عزف العود والغناء. كان كلما جلس الإمام في مجلس العلم مع تلامذته الجار يمسك عوده ويبدأ بالغناء. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كرهة وسلال ثغري. ينزعج طلبة الإمام ينزعجون، يقول يا إمام تحدث له، تكلم له لعله يسكت، لعله كذا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول دعوه لعل الله يتوب عليه، خذوه وانصحه بالحسنى. هم باغين يدخلوا بطريقة أخرى. فذات يوم افتلقى له الإمام في المجلس، بدأ الدرس وكمل، السخون اللي يغني ما غناش. فلما أكمل الإمام هذا سبحان الله حقيقة الدنيا، أن البعض يفتقدون لصلاحهم والبعض يفتقدون لفسادهم. حقيقة الحياة الدنيا. يعني لو موضوع تزعجك في الشارع يفوت عليك ليل ما فاتتش الموضوع، تقول والله صاحب الموضوع مني عارف ايش خليه. البعض يفتقدون لصلاحهم، لو أنهم غابوا ترى الدنيا ظلمة بدونهم، والبعض يفتقدون لفسادهم. ولعل من يفتقد لفساده إذا سألنا عنه يكون سببا في صلاحه. أبو حنيفة النعمان لما افتقد الرجل في المجلس قال له حصل له خلاف مع الشرطة، احنا نقول الشرطة، حصل له خلاف مع الشرطة فأدخل السجن. قال لا، أوقف الدرس، قال الآن وقت الشفاعة، حبس الدرس وذهب إلى دار أمير المؤمنين أو الخليفة. دق الباب، قال الحاجب من؟ قال معك النعمان. قال النعمان لا يأتينا حتى بالنهار، فكيف يأتينا في الليل؟ قال ماذا تريد؟ قال أريد أمير المؤمنين. فدخل إليه قال أبو حنيفة النعمان يريدك. قال النعمان لا يأتينا حتى بالنهار إلا إذا طلبناه.
لابد أن مجيئه ليلا فيه أمر جليل. خرج استقبله: يا إمام تفضل. قال: إن لك رجلا في السجن وأريده أن يخرج. قال: يا إمام خلص معلش، الصباح بحول الله تبارك وتعالى نخرجه. قال: لا الآن. قال: يعني في الليل قال: لا الآن. انصرف معه الخليفة وأخرج الرجل من السجن وهو ينظر إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان جاء بنفسه ليشفع له ويخرجه من السجن، وهو الذي كان يوميا يشوش عليه في مجلس الدرس. لم ينطق له الإمام بأي كلمة، ما قالش ليش أنا خرجناك ما تحشمش على روحك، لا لا لا، لم ينطق له الإمام بأي كلمة. الإمام يمشي في الأمام وهو من خلفه. ماذا يقول أبو حنيفة النعمان؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريمة وسلال ثغر. قال: يا إمام الله ما أضاعني أحد ولكني ضيعت نفسي، وأشهدك أني قد تبت لله. ثم صار من كبار تلامذة أبي حنيفة النعمان. الذي يهمني الآن إذا كان صيامنا لم يوصلنا إلى درجة أن نتكافل مع بعضنا، أن نتعاون مع بعضنا، أن نجتمع مع بعضنا، أن نتحد مع بعضنا، أن يسأل كل واحد منا عن أخيه، أن يتفقد كل واحد منا أخاه، حتى لو كان من أهل المعاصي، فإنه والله الذي لا إله إلا هو أحق بالتفقد، هو أحق بالتفقد. أهل المعاصي هم أحق أن يتفقدهم حتى لا يستحوذ عليهم الشيطان ويجرهم إليه. لذلك حتى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لماذا استحوذ عليهم الشيطان؟ لأننا نحن من تركناهم له، نحن من غفلنا عنهم، نحن لم نشد على أيديهم. لذلك الشيطان استطاع أن يستحوذ عليهم ويجرهم إليه. ذات يوم هنا في سرسوف أحد الذين ابتلاهم الله بشرب الخمر، نسأل الله العافية لنا ولكم، سكر ليلة نسأل الله أن يعافيه، وكان يمر في الشارع واثنين من أصدقائه من أحب أصدقائه إليه لما رأوه من بعيد ما غيروا الطريق، من أحب أصدقائه يا جماعة، فناداهم من بعيد: فلان فلان، عرفهم. لما جاءوه سلم عليهم قال: أتفرون مني؟ أهربتم مني أنا؟ أتفرون مني؟ أتغيرون الوجهة بسبب ما أنا فيه؟ هل تظنون أن ما أنا فيه راضيه لنفسي؟ هل تظنون ما أنا فيه قبلته لنفسي؟ إذا تركتموني أنتم وأنتم أحب أصدقائي إلي فلمن تركتموني؟ ألم تتركوني للشيطان؟ ألا يكفيكم أن تروا مني يوميا ما يقبح وجهي أمام الناس، ومع ذلك تخليتم عني؟ بئس الأصدقاء أنتم، بئس الأصحاب أنتم من تركني للشيطان وليست نفسي الأمارة بالسوء. كلنا نعصي الله، إلا أن كل واحد منا له درجة في معصيته. إذا كان الله ابتلاني بشرب الخمر فابتلاكم الله بقسوة القلب، أنتم ابتلاكم الله بقسوة القلب. ولو رقت قلوبكم لي لما تركتموني ليلة أشرب الخمر ولا أخذتموني معكم إلى المسجد كما أنتم تمشون كل يوم. هؤلاء أهل المعاصي هم أولى من نسأل عنهم، هم أولى من نترفق بهم، هم أولى من نجذبهم حتى لا يستحوذ عليهم الشيطان. الشيخ أسأل الله أن يطيل في عمره أحد علماء تونس لا زال حيا، ربما أذكر اسمه بعد حين، يقول: صليت في المسجد أو عندما حانت الصلاة في المسجد جاء رجل سكران وتفوح منه رائحة الخمر، أراد أن يدخل إلى المسجد فمنعه الناس فتمسك بي. قلت له: طيب اغتسل وتنظف من رائحة الخمر
ثم تعال معي إلى المسجد. قال لا، سأدخل معك إلى المسجد. قلت يا أخي والله العظيم وما هو الحل؟ قال تفردت به في ناحية المسجد بعيدا عن الناس، فلما عرف الناس به أو بأمره أخذوا يضربوني بالنعال أنا وهو حتى ما عدت أفرق بين وجهي ووجهه. فلما آنت الصلاة قلت اتركوه. فلما قامت الصلاة وصلينا والله الذي لا إله إلا هو لما سلمنا لم يرفع الرجل رأسه من السجود، فلما حركته وجدته فارق الدنيا. لما حركته وجدته فارق الدنيا. توبة ليست في يد أحد منا، الجنة ليست في يد أحد منا، الحياة ليست في يد أحد منا. وإن كنت تظن نفسك من الصالحين فاضمن لي خاتمة أمرك، هل تكون على الخير أم على الشر؟ مش كل عنده الضمانة؟ ولا واحد منا. لربما الواحد منا في صلاة الصبح يوميا ويختم له والعياذ بالله بسوء. لماذا؟ لأن نيته وقلبه أسود مما هم عليه نائمون في بيوتهم. رمضان، حقيقة رمضان أيها الأحبة، نعيش حقيقة رمضان لما نرجع إلى بعضنا، لما نتكافل مع بعضنا، لما نسأل عن فقراء حينا، لما نسأل عن المحتاجين في حينا، لما نسأل عن اليتامى في حينا، عندما يعتذر الجار من جاره بسبب إذايته له، عندما يعتذر الأخ من أخيه بسبب إذايته له، عندما يعتذر الصديق من صديقه والحبيب من حبيبه. حقيقة رمضان عندما يتعاون الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. حقيقة رمضان عندما يعتذر الزوج الذي ظلم زوجته يعتذر لها ويعيدها إلى البيت. حقيقة رمضان عندما يجتمع الأب مع أبنائه والأبناء مع أبيهم يتحادثون فيما بينهم. حقيقة رمضان أن نصفي قلوبنا وأن نغسلها من الأضرار وأن نطهرها من الأوساخ قبل أن ندخل إلى المسجد لصلاة التراويح. حقيقة رمضان أن الركعات التي نصليها في التراويح ليست ركعات بروتوكولية، ليست ركعات شكلية، هي ركعات تعبدية لنتعلم منها قيام الليل. حقيقة رمضان عندما يلتف كل واحد منا مع أخيه لا يعتبره مبتدعا ولا يعتبره فاسقا ولا يعتبره كافرا ولا يعتبره فاسدا ولا يعتبره مهما كان فيه من الفساد، فإن ذلك الفساد هو ظاهره الذي تراه أنت، أما باطنه فيعلمه الله سبحانه وتعالى. حقيقة رمضان عندما ينظر كل واحد منا إلى الآخر على أنه هو، هناك نجتمع على كلمة واحدة: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى وجوهكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. الوجوه شكليات، إنما هي صفة التعامل فيما بيننا نحن البشر، صفة التعامل بيننا نحن البشر. أما المقياس عند الله، معيار الصلاح عند الله أرقى من ذلك كله، أرقى من ذلك كله. أما أن يدخل علينا رمضان ويخرج، ويدخل علينا شوال ويخرج، ويدخل علينا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر ورجب ورمضان الآخر، وقلوبنا لا زالت على سودادها، وقلوبنا لا زالت على حقدها، وقلوبنا لا تزال على حسدها، وقلوبنا لا تزال على بغضها. مهما كان تدينك لك، مهما كان تدينك لك وليس للناس، إنما الناس لهم ثمرة تدينك. تدين تاعك ليك
يلبس البرنوس العباية، يدير اللحية كبيرة، يدير اللحية طويلة، يلبس الشاشية، قصر الثياب، يقوم الليل، مش عارف كذا، صوم الاثنين والخميس. تدينك لك وثوابه لك، إنما الناس لهم ثمرة تدينك. ماذا تعلمت من تدينك؟ إذا كنت تدعي التدين يا سيدي وثمرته لم تظهر لا في أقوالك ولا في أعمالك ولا في أفعالك ولا في علاقتك مع الناس، ووالله تدينك في واد وأنت في واد آخر. تدينك إنما هو تدين أشكال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنما مثلك كمن يحمل كتبا لا يعقل ما هو مكتوب فيها. لا كيف كل تدينك إنما هو عبارة عن أشكال قد تجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، وقد يمحو لك ثوابها احتقارك للناس واسترذالك لهم واستضعافك لهم. نسأل الله العافية. الخاتمة: إذا أردنا أن نعيش رمضان حقيقة فلنحول رمضان إلى تعامل، فلنحول رمضان إلى عبادة حقيقية، فلنحول رمضان إلى أخلاق. هناك فقط سيقبل الله سبحانه وتعالى منا صيامنا وقيامنا، هناك فقط سيربينا المولى سبحانه وتعالى على الأخلاق الفاضلة، سيربينا على الأخلاق الحسنة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا أو مجالسا يوم القيامة أكثركم صلاة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم زكاة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم حجا وعمرة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام! صيامك، صلاتك، صيامنا، صلاتنا، زكاتنا، حجنا، اعتمارنا، كل عباداتنا وبرنا إذا لم تنتج عنها جملة من محاسن الأخلاق نتعامل فيها فيما بيننا فلا فائدة من عباداتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.